بُص يا سيدي، تعالَ نشوف هو إيه الفرق ما بين الداينامو والموتور. بُص، افتكر كده الموتور ده اللي راكب في المروحة، حلو، الموتور اللي راكب في المروحة يعني لو أنت قاعد في اللجنة في الامتحان في آخر السنة بإذن الله، ففي موتور في المروحة، الموتور بياخد كهربا وبيدّيك حركة، صح كده؟ يعني هو بياخد كهربا فبيبدأ يتحرك، يبقى الموتور ياخد الإلكتريك يخلّيها إيه، ميكانيكال، وطبعًا قُلنا الMechanical هي الKinetic. الدينامو العكس، الدينامو بياخد الKinetic يخلّيها إيه، يخلّيها إلكتريك، وده الفرق المبدئي ما بينهم. حلو جدًا. طيب تعالَ نبُص على الstructure تاني نأكد عليه بتاع الAC dynamo وبتاع الDC dynamo. أولًا الAC dynamo بيبقى معاه 2 rings اللي هم الrings دي، أمّا الDC dynamo معاه commutator، الcommutator عبارة عن cylinder split into 2 halves مقسومة نُصّين، مقسومة 2 sections يعني من الآخر، ده كده يبقى DC dynamo. إيه بقى الفرق ما بين الدينامو والموتور؟ الدينامو أنت اللي بتحرّكه فبيدّيك كهربا، طب الموتور أنت بتدّي له كهربا فبيتحرك، يبقى هو ده الفرق ببساطة. طبعًا أنت عندك الرسمتين دول موجودين في أول الصفحة، طيب في رسمتين بقى تحتهم تعالَ نبُص عليهم كده ونشوف إيه الفرق ما بينهم. الفرق بين الرسمتين دول والرسمتين اللي فوقيهم إيه؟ حاجة بسيطة جدًا، إن أنت دلوقتي لو جيت خبّيت ما تشطبش على حاجة، لو جيت خبّيت ده، بقت دي زي الرسمة اللي فوق، داينامو AC داينامو عشان في rings. طيب لو أنت قُمت مدّي له أصلًا كهربا، يعني بُص أنت ادّيته كهربا AC، ساعتها يبقى ده موتور، طالما هو واخد current يبقى AC موتور. خلّي بالك الAC motor بييجي مع ال2 rings ومع AC source، يعني هُم لازم يبقى في 2 rings مع AC source. طيب بالنسبة بقى للDC motor، الDC motor هو برضه خَد كهربا بس بطارية واخد DC، فبالتالي هو واخد DC source مع commutator. إيه الcommutator؟ اللي إحنا شرحناه طبعًا في الDC dynamo. يبقى الDC motor هو تطوّر أو تعديل للDC dynamo. الراجل لمّا شال الrings حط commutator قلب الAC dynamo طبعًا مع الmini coils خلّاها DC dynamo. الDC dynamo بقى تحط له بطارية يبقى DC motor، ده ببساطة. تاني الفرق ما بين الدينامو والموتور إيه؟ الموتور أنت بتدّي له مصدر للكهربا، فبيبدأ هو يتحرك بقى، طب هيتحرك ليه؟ هنعرف بس يعني hint بسيط torque، لأن أنت عارف إن أنت لو عندك coil فيه كهربا، الcoil ده أول ما يتحط في magnetic field وهو فيه كهربا طبعًا هيبدأ يتأثّر بtorque، والtorque ده كان عبارة عن 2 forces equal opposite يخلّوا الcoil ده يبدأ يلف، وده اللي بيحصل هنا. طيب تعالَ بقى واحدة واحدة كده نركّز في الرسمة هنا بالتفصيل كده تفصيلة كده مهمة. لو أنت خدت بالك الAC motor هو بيتكوّن من يعني داينامو في الأساس، كان داينامو يعني بال2 rings بس مع AC source. طب الDC motor هو معاه commutator مع DC source. التركيبة دي مهمة أوي، لأن التركيبة دي لو اتلخفنت أو اتعكست هيحصل مشكلة. طبعًا لسه هنعرف المشاكل، بس مبدئيًا ثبّتها كده، الAC motor بيتكوّن من 2 rings مع AC source. طب الDC motor يا جماعة بيتكوّن من commutator مع DC source، خلاص؟ ده مبدئيًا. طيب الDC motor الfunction بتاعته إيه؟ هو جهاز بيحوّل الelectric energy بيحوّلها لإيه يا جماعة؟ بيحوّلها لmechanical، بيحوّلها يخلّيها kinetic يعني. طبعًا in the presence of magnetic field، في وجود magnetic field، وده بيشتغل بالDC source. الapplication بتاعة الموتور، خلّي بالك بقى الموتور ده بيلف ليه؟ ليه الcoil بتاعه لمّا بياخد كهربا بيتحرك؟ إحنا قُلنا عشان في magnetic field وبيتأثّر بtorque، ولسه هنيجي لموضوع الtorque طبعًا معاه بالتفصيل. يبقى الscientific basic بتاعة الموتور، المبدأ العلمي اللي اتبنى عليه الموتور هو torque. طب التورك إيه الapplication بتاعه أو إيه الfunction بتاعته؟ هو DC motor، خلاص؟ طيب الconstruction بتاع الDC motor، واحدة واحدة بقى إيه بالراحة. الفكرة كلها يا جماعة إن هو دلوقتي عبارة عن إحنا قلنا إيه DC motor صح؟ الDC motor ده هيبقى معاه commutator والّا معاه rings؟ معاه commutator. طيب ليه؟ هنعرف. طب لو معاه rings بدل الcommutator هتبقى فيها مشكلة، وهنعرف برضه إيه المشكلة، بس واحدة واحدة. إحنا معانا DC motor بيتكون من إن هو في commutator كده، بس أنت هتدّي له بطارية DC. وتعالَ نشوف يا سيدي إيه اللي هيحصل. أولًا يعني أنا هافترض إن الpositive بتاع البطارية هو اللي تحت والnegative هو الإيه، هو اللي فوق، بطارية. طيب الكهربا هتبدأ تخرج أو الelectrons عادي خارجة زي ما أنت شايف كده، ماشية الكهربا يا سيدي بالشكل ده. طبعًا الelectron اللي أنا أقصد بيه الcurrent، يعني ما تخشيش بقى في حتة الactual والconventional والكلام ده، لأ، يعني هو ده الconventional رايح عادي
من البوزيتيف للنيجاتيف. مستر طب ما دي الكترون، يعني ماشي، ما هو الكهرباء عباره عن الكترونز ماشيه، فما تدقش يعني، وده الكونفنشن. تاني بالراحه، ادي اتجاه الكرنت هيبقى ماشي كده، ماشي في دي سي، وبعد كده راح لبي اي، وبعد كده ايه رجع تاني، وهكذا بالشكل ده. طيب دلوقتي انت عندك كويل محطوط فيه كهرباء، ومحطوط في ماجنتيك فيلد، هيتاثر بيه يا معلم بتورك. طيب تعالى بس نفتكر، هو التورك ده كان عباره عن ايه؟ ان انت عندك تو فورسز بيأثروا على تو سايدز مختلفين، والتو فورسز دول ايكوال اوبزيت، فالكويل يبدا يلف. الكويل يا جماعه يا هيلف كده يا هيلف كده على حسب اتجاهات الفورس. بس خلينا نفتكر حاجه، انت هنا يعتبر عندك كام سلكه؟ والله انت هنا يعتبر عندك 4 اسلاك. بص مين ال4 اسلاك؟ دي سي سلكه، سي بي سلكه، بي اي سلكه، دي اي سلكه رابعه. فانت كده معاك كام سلكه؟ 4. كان قانون الفورس اللي بتأثر على الواير كان القانون ده بي اي ال، وطبعا دي بي اكسترنال ساين سيتا واير. كانت ايه هي السيتا واير دي؟ اللي كانت ما بين الواير والفيلد. طيب بص بقى يا سيدي، لو جيت بصيت في الرسمه بشكل كويس شويه، نمسح الكلام ده. يعني ايه عايزين؟ بص هتلاقي ان سي بي باراليل مع الفيلد. طب ما كده السيتا بزيرو، سيتا واير بزيرو، ساين زيرو بزيرو، يبقى سي بي ده مش هيتأثر بفورس. طب دي ايه اللي هو الجزء ده برضه باراليل مع الفيلد، لان الفيلد جاي من نورث للساوث. طب ما كده السيتا واير بزيرو، سيتا ساين زيرو بزيرو، حلو، يبقى دول مش هيتأثروا بفورس. طيب ماذا عن بقى دي سي وايه وبي ايه ده؟ دول بيربنديكولار مع الفيلد، لان الفيلد يعني هم هو الرسمه جايه كده، بس هم اصلا عاملين كده، فالفيلد جاي فيهم بيربنديكولار، فبالتالي سيتا ب 90 ساين 91 ماكسيموم، يبقى دول هيتاثروا بفورس. انت بقى هتجيب لي اتجاه الفورس بتاع بي ايه واتجاه الفورس بتاع دي سي. بص يا سيدي، احنا دلوقتي هنمسك الاول، يعني تعال نشوف الاتجاه بتاع اي بي ده. تعال نشوف اي بي ده ظروفه ايه، اللي هو ده او بي ايه الجزء ده. طبعا الفورس كنا بنجيبها عن طريق ايه؟ احنا بقى هنبقى جايبين الزاويه من فوق، يعني هيبقى طبعا فليمنج ليفت فورس فليمنج ليفت اف بي اي. حلو، البي جايه من نورث للساوث، جاي كده يا جماعه، ده الفيلد جاي من نورث للساوث، والكرنت اتجاهه ان هو اوت اوف ذا بيج. يعني الكرنت يا جماعه ان هو خارج من الورقه. بص اللي هو الكرنت ده تحديدا كده، الكرنت ده كده اهو، واضح ان هو اوت اوف ذا بيج، هو مش داون، لان هو الكويل عامل كده اصلا بالنسبه للورقه، فاهم؟ عامل بيربنديكولار بالنسبه للورقه الكويل نفسه. فالكرنت بالنسبه لي هو اوت اوف ذا بيج، بمعنى ان الكويل اوت. يعني هقول لك، يعني الكويل يا جماعه ما هواش كده مع الورقه، لا هو بيربنديكولار، ده الكويل. فالكهرباء في الجزء ده اللي هو اسمه ايه بي ايه، كهرباء هنا اوت اوف ذا بيج، كهرباء هنا خارجه من الورقه. طيب حلو، فبالتالي الكهرباء هنا اوت، والفيلد جاي من نورث للساوث. طب ما اتجاه الفورس هيبقى اب، بس يبقى اتجاه الفورس يا سيدي هيبقى ان هو اب. فبص كده هتلاقي بي ايه طالع لفوق. اكيد دي سي، اكيد يعني بدون اي جدال هيبقى دي سي ده هيبقى داون. حتى بص اتجاه السهم بتاعه ان هو نازل لتحت. ليه؟ لان الفيلد برضو جاي من نورث للساوث. اما اتجاه الكرنت هنا ان بقى انتو ذا بيج، فالفورس هنا داون. هنا انت اتأثرت بكام فورس؟ 2. والتو فورسز يا جماعه ايكوال واوبزيت، فالكويل ده هيحصل له ايه؟ هيبدا يلف. الكويل ده هيلف ازاي؟ يلف كده. ليه؟ لان الجزء ده اللي هو بتاع اي بي هيطلع لفوق، والجزء بتاع سي دي ده هينزل لتحت، فالكويل ده يعمل كده. فتلاقي الكويل ده لف واتبدلت، اي بي جت هنا الناحيه الثانيه، ودي سي برضه اتبدلت. وخلي بالك السكشنز بتاعت الكوميتيتور هي كذلك هتتبدل. الاحمر هيجي مكان الازرق زي ما انت ايه شايف كده. الازرق هنا كان مع اف 1، الازرق هنا يبقى مع اف 2، الاحمر هنا مع اف 2، الاحمر هنا يبقى مع اف 1. طيب عظم. طيب تعالى برضو نشوف يلا اتجاهات الكهرباء. الكهرباء برضو باعتبار ان البطاريه ما اتغيرتش، الكهرباء هتفضل ماشيه في نفس الاتجاه. حلو جدا، هيحصل نفس الكلام يا جماعه. بص كده زي ما عملنا هنا اهو، ده اتجاه الكرنت هنا وده اتجاه الكرنت هنا. والله اتجاه الفورس برضو هتبقى اب، واتجاه الفورس برضو هنا هتبقى داون بالشكل ده. هل هنا اتجاهات الفورس اتغيرت؟ لا. الحته دي مهمه جدا، اتجاهات الفورس يا جماعه ما اتغيرتش، بس السايتس نفسها اللي هي الحروف بتاعه الكويل اتغيرت، لكن لا اتجاه الكهرباء اتغير ولا اتجاه الفورس اتغير. ليه؟ اتجاه الكهرباء هنا مثلا كان نازل لتحت، او سوري اوت اوف ذا بيج، هنا برضو اتجاه الكهرباء اوت، فبالتالي الفورس كانت لفوق. صح كده؟ طيب اما
اتجاه الكهربا هنا كان in، اتجاه الكهربا هنا برضه in. حلو، فاتجاه الفورس كان down في الاتنين اللي هو السهم ده. يبقى لا اتجاه الكرنت اتغير ولا اتجاهات الفورس اتغيرت، فبالتالي الكويل ده هيفضل يلف في نفس الاتجاه. فلو كان الكويل ده كده يا جماعه، يعني الشاشه بقى مكسوره مش مشكله، فاهم؟ اتجاه الكويل ده هيفضل يلف كده بالشكل ده، هيفضل يلف في نفس الاتجاه، مش هيغير اتجاهه. ليه اتجاه الدوران مش هيتغير؟ لان اتجاه الفورس على الجنب ده هو دايما لفوق، واتجاه الفورس على الجنب ده هو دايما لتحت، فبالتالي يا جماعه هو هيفضل يلف في نفس الاتجاه ببساطه. الحته دي مهمه جدا، هنستخدمها كمان شويه. مع ان الحروف بتاعة الكويل اتغيّرت، بمعنى إن لمّا تيجي تبُص مثلًا على الجنب اليمين هنا مثلًا يا جماعة، الجنب اليمين هنا كان اسمه AB، أمّا الجنب اليمين هنا كان اسمه CD. إيه ده؟ يعني أسامي الحروف اتغيّرت. طيب الجنب الشمال هنا كان DC، أمّا الجنب الشمال هنا كان AB. مش هتفرق. أسامي الحروف اتغيّرت، أماكن الحروف اتبدّلت، لكن في الآخر بالنسبة لي أنا ما فرقش معايا بصراحة، يعني كده اتجاهات الcurrent ما اتغيّرتش واتجاه الforce ما اتغيّرش. بس عايزين ناخد بالنا من حاجة بسيطة، هو اتجاه الcurrent في الcoil هنا من فين لفين؟ يعني مثلًا لو جينا بصينا على الcoil الfirst half cycle، بُصّوا عايزين نبقى نكتب حتى دي، الcurrent يا جماعة كانت بدايته مثلًا ماشي كده DCBA، DCBA حلو جدًا. أمّا اتجاه الcurrent في الcoil هنا كان، لو مشينا من هنا برضه ABCD، ABCD. إيه ده؟ الcurrent اتغيّر في الcoil بس. الحتّة دي مهمة يا جماعة. الcurrent اتجاهه بيتغيّر جوّه الcoil each half cycle. ليه؟ بيتغيّر اتجاه الcurrent جوّه الcoil كإيه؟ كحروف، إن هو هنا DCBA أمّا هنا ABCD، فاتجاه الcurrent في الcoil نَفْسه اتغيّر لإن الcoil لَف والحروف اتبدّلت. لكن لمّا تيجي تبُص على الجنب اليمين هنا اللي هو BA أو AB مش هتفرق، الكهربا out، وهنا CD الكهربا برضه out. أمّا الجنب الشمال هنا كان DC الكهربا كان in، أمّا هنا AB الكهربا برضه in داخلة. يبقى كأماكن الكهربا اتجاهاتها ما اتغيّرتش. يعني إيه كأماكن؟ يعني أنا بس عايزك تكتب دي، يعني الجنب الشمال هنا، الجنب الشمال ده جنب سوري ده الجنب اليمين، الجنب اليمين اتجاه الكهربا out، أمّا الجنب اليمين هنا اتجاه الكهربا out، يبقى اتجاه الكهربا out في الجنب اليمين كده. طيب بالنسبة للجنب الشمال اللي هو D أو AB كهربا in، أمّا الجنب اليمين يعني نمسح بقى عشان الدوشة دي، الجنب اليمين هنا الكهربا in، الجنب اليمين هنا أو سوري ده الجنب الشمال يا جماعة، يا جماعة ده جنب الشمال اللي هو AB كهربا هنا in، أمّا الجنب الشمال هنا برضه كهربا in. يبقى كجنب أو كside أو كمكان الكهربا اتجاهها ما اتغيّرش، إن الكهربا دايمًا in أو دايمًا out على حسب أنت في أنهي جنب يمين والّا شمال، هي بس اتغيّرت كحروف. الحتّة دي مهمة شوية. بس. طيب خلّيني بقى أقول لك حتّة تركاية مهمة جدًا، جدًا. بُص يا سيدي، أنا دلوقتي خدت خلاص الAC dynamo، يعني هالخّص لك تلخيصة كده، كام ترِكّة كده مش موجودين عندك فاهم، بس إيه نفهمهم ونستوعبهم كويس جدًا، وهابعتهم على الجروب بتاعة الواتساب. كام ترِكّة كده مهمة أوي، الAC dynamo والDC dynamo. تقول لي إحنا إيه اللي رجّعنا للداينامو تاني؟ إحنا بنتكلّم في الموتور. أنا فاهم، بس أنا محتاج أفهّمك حاجة مهمة. بالنسبة للAC dynamo هو أنا اللي باحرّكه صح؟ أنا اللي باعمل له motion. يعني أنا كإنسان كده أنا اللي باحرّكه. طَب أنا باحرّكه في كام اتجاه؟ والله الcoil بتاع الدينامو ده أنا باحرّكه في اتجاه واحد، بافضل ألفّه في اتجاه معيّن، فأنا باحرّكه في one direction. فكان هو بيدّينا current صح؟ يعني أنا باحرّكه فبيدّينا current. والله الcurrent ده في الcoil كان بيبقى في two directions، يعني في الcoil كان بيبقى في two directions. أمّا في الexternal circuit كان بيبقى في two directions برضه، لإن ده AC صح كده؟ طيب، أمّا بالنسبة للDC dynamo والله أنا برضه اللي باحرّكه، أنا اللي باعمل له motion. حلو، باحرّكه في كام اتجاه؟ والله باحرّكه في اتجاه واحد، أنا إيه اللي هيخلّيني أحرّكه في اتجاهين؟ يعني أنا أصلًا باحرّكه في اتجاه واحد، يعني يفضل يلِف في كده إيه زي ما قُلنا هو بيفضل يلِف في اتجاه واحد. طيب فبيدّينا current، الcurrent ده برضه
في الكويل كان بيبقى في 2 directions برضه على فكرة، بجد يعني ارجع كده للDC داينامو اللي فات هتلاقي إن الcurrent في الكويل كان بيغيّر اتجاهه. طب في الexternal circuit هنا بقى الموضوع مختلف. في الexternal circuit كان بيبقى one direction. ده بالنسبة لمين؟ للAC داينامو والDC داينامو. طيب موتور بقى، يعني لو جينا نحوّله لموتور، بُص بقى الموضوع هنا اختلف. لمّا جينا حوّلناه لموتور، الAC موتور والDC موتور، اتعكست في إيه؟ إن أنا هنا كنت باعمل motion فهو بيدّينا current، صح كده؟ يعني أنا هنا يا جماعة أنا عملت motion فادّانا current. في الموتور بقى العكس، يعني في الداينامو motion يدّينا current، في الموتور current يدّينا motion. فأنا كنت بادّي له هنا current. طيب باعتبار إن ده AC، والله ده بيدّينا كهربا في اتجاهين. فالكويل بدأ يتحرك، بدأ يعمل motion في كام اتجاه؟ في اتجاه واحد. جات هنا الصدمة اللي الطلبة بتقف قدامها، يقول لها مستر إزاي؟ مش أنا المفروض مدّي له كهربا في اتجاهين؟ يبقى إزاي الmotion في اتجاه واحد؟ عارفها، بس يعني لو أنت مستنكر دي أوي أو مستنكر دي أوي، طب ما أنت فوق وافقت عليها، إن فوق كانت الmotion في اتجاه، ادّانا كهربا في الexternal circuit في اتجاهين 2 directions. اشمعنى بقى يعني رافضها تحت وموافق عليها فوق؟ طب ما أنت فوق اتحرك في اتجاه، ادّانا كهربا في اتجاهين، طب تحت في الموتور ادّانا كهربا أو أنا ادّيته كهربا في اتجاهين، قام هو اتحرك في اتجاه واحد. تاني عشان أنا حاسّك مش واخد بالك من الفكرة، أنا هنا اتحرك في اتجاه واحد ادّانا كهربا في اتجاهين، أنا هنا هادّي له كهربا في اتجاهين فهو هيتحرك في اتجاه واحد. غريبة ولا حاجة وهنتأكد منها دلوقتي. طيب فكان هنا الI في 2 directions، الmotion كانت في one direction. ده بالنسبة للAC موتور. طب بالنسبة للDC موتور بقى هافهمك. بالنسبة للDC موتور والله نفس الكلام، أنا هادّي له كهربا في اتجاه واحد بقى، فهو هيحصل له إيه؟ هيتحرك في إيه؟ هتقول لي طبعًا هيتحرك في اتجاه واحد، ده صحيح. بُص يعني أنا هنا كهربا واحدة في اتجاه واحد ادّينا motion في one direction، ولو اديته كهربا في اتجاهين برضه يعمل motion في one direction، سبحان الله. هنتأكد من ده كله. خلاص؟ بالراحة بقى كده عشان تبقى واخد بالك. الDC داينامو ده أنا الداينامو باحركه في اتجاه بيدّينا كهربا في الexternal circuit في اتجاه واحد. كل كلامي على الexternal circuit دلوقتي. طيب بالنسبة بقى البتاع ده اللي هو الDC موتور، والله الDC موتور أنا بادّي له كهربا في اتجاه فهو بيتحرك في اتجاه واحد. عظيم. هنا بقى الAC داينامو يا باشا، الAC داينامو كان العكس، أنا بادّي له motion في اتجاه بيدّينا كهربا في اتجاهين، أمّا الAC موتور بادّي له كهربا في اتجاهين بيتحرك في اتجاه واحد. دي اللعبة، دي اللعبة ودي تلخيصها مهم أوي زي ما قُلت لك هابعتها لك كده screenshot على الجروب. طب تعالَ نفتكر حاجة إحنا لسه قايلينها، ده كان مين؟ والله يا جماعة ده كان الDC داينامو. بُص كده، ده اللي أنا لسه شارحه والله بالتفصيل، ده DC داينامو. عبارة عن إيه؟ والله الDC داينامو ده عبارة عن بطارية، يعني خلّينا نعمل لها حاجة كده. دي طبعًا كانت الfirst half cycle ودي كانت الsecond half cycle يا جماعة. في الDC داينامو كان عبارة عن بطارية مع إيه؟ مع commutator. حصل والله. أهو بُص كده، كان بطارية مع commutator. فين الكلام ده بس؟ والله أهو بُص، يعني ممكن ترجع back كده 10 دقايق أو أقل، أهو الحتة اللي إحنا لسه شارحينها دي كانت بالتفصيل، شرحناها وجبنا اتجاهات الforce وكنا جايبينها من فوق وبتاع، وعرفنا إن الcoil ده بيلف إيه، في اتجاه زي ما أنت شايف كده. طيب أمّا ده بقى يا جماعة اللي تحت ده بقى، ده AC موتور. خلّي بالك اللي فوق أنا ما أعرفش ليه قُلت ده DC داينامو، مش عارف معلش، ده DC موتور يا جماعة، أنا آسف جدًا، جدًا. ده موتور طبعًا، لإن هو
واخد كهربا، يعني هو واخد كهربا يبقى ده موتور. طيب ده AC موتور. الAC موتور ده نعرفه إزاي؟ علشان هو معاه AC source مع ال2 rings. بُص كده AC source مع 2 rings، AC source مع 2 rings. ما تيجي نشوف اتجاهات الحركة بتاعته في الfirst half cycle والsecond half cycle. ده الfirst half cycle. حلو الكلام؟ وده الsecond half cycle. حلو جدًا. بُص بقى، أنا قُلت لك ورا إيه؟ إن الAC موتور بيدّينا كهربا في اتجاهين وبيتحرك في اتجاه واحد. طب ما تيجي نتأكد من الموضوع ده. يالّا بينا. ادّي له كهربا في اتجاهين. يالّا تعالَ نفترض يا جماعة، طبعًا الAC current بيغيّر اتجاهه كل نُص لفة، فتعالَ نفترض مثلًا إن ده الpositive وده الnegative، تمام؟ فيبدأ الكهربا تمشي كده، كده بالشكل ده. وبعد كده تيجي لنا من هنا تمشي جوّه الرِنج الحمرا بس هي مش لامساها، تيجي هنا وتبقى الكهربا في الاتجاه ده. كده يا جماعة. فهي كده خرجت من الpositive أهو ولفِّت مين؟ للnegative. خلّي بالك بقى في الsecond half cycle الدنيا هتتعكس. يعني إيه؟ الpositive والnegative دول هيبدّلوا أماكنهم مكان بعض. يعني إيه؟ يعني الnegative هيبقى فوق والpositive هيبقى تحت يا معلم. فالكهربا هتمشي كده بالشكل ده، هتيجي كده، هتمشي بقى في الرِنج الزرقا، تيجي كده تفضل ماشية هنا جوّه الرِنج الزرقا، وبعد كده تيجي في الرِنج الحمرا أو السلكة الحمرا ماشية للرِنج الحمرا، وبعد كده ترجع لمين يا باشا؟ ترجع للnegative تاني. يعني بُص تفضل ماشية كده، كده، تيجي هنا ترجع للnegative بس، وهكذا بقى من الpositive. تعالَ بس نلاحظ حاجة الأول. لمّا جينا هنا يا جماعة، ما أعرفش أنت خدت بالك والّا لأ، في الDC motor اللي هي اللي إحنا شرحناها هنا بالتفصيل، موجودة في الكتاب يعني. إن الجنب اليمين ده اتجاه الكهربا بتاعه كان طالع لبرّه، هو ده out مش down، ده out of the page لأن الكويل عامل كده يا جماعة بالنسبة للورقة، فالكهربا out. هنا الكهربا out فهنا الكهربا out، فاتجاه الكهربا ما اتغيّرش، واتجاه الfield برضه ما اتغيّرش، فبالتالي اتجاه الforce ما اتغيّرتش. كانت الforce هنا up، كانت الforce هنا up، والناحية التانية نفس الكلام، كانت الforce هنا down، كانت الforce هنا down. فالside ده الforce بتاعته فوق، الside ده الforce بتاعته لفوق. ففضل الكويل يا جماعة إن الside اليمين بغض النظر عن هو مين، هل هو CD والّا AB مش مهم هو مين، بس على الأقل الside اليمين ده كان بيفضل يتحرك لفوق. بُص يعني الforce بتاعته تشده لفوق كده، فيفضل يلف في نفس الاتجاه. حصل، حصل. وفعلًا إحنا قُلنا أصلًا إن الDC motor هو بياخد كهربا في اتجاه واحد وكان بيدّينا motion في one direction. أنا بس عايز أتأكد من دي، هل فعلًا الcurrent لو في اتجاهين يدّينا motion في اتجاه واحد؟ تعالَ نتأكد. بالنسبة للAC motor اللي هو بياخد AC source الكهربا كانت في اتجاهين، بس الحقيقة إن الmotion هتفضل في نفس الاتجاه. تعالَ نبُص. طبعًا هنا بما إن ده motor فإحنا بنستخدم Fleming lift طبعًا. بُص يا سيدي، الكهربا بتاع دي داخلة لفوق أو لجوّه يعني كده، الcurrent بتاعه لجوّه والcurrent بتاع ده لبرّه. ممكن نشتغل حتى على ده، على YZ. الكهربا بتاعته out of the page، الfield جاي ده الfield طبعًا، الصباع ده جاي من north لsouth، والكهربا out. اتجاه الforce يا جماعة بيبقى لفوق، فاتجاه الforce هنا لفوق. يعني خلّينا نعملها حتى باللون إيه، الأزرق. اتجاه الforce هنا لفوق. بُص مش هنعملها تاني بقى، هنا الكهربا out فالforce لفوق، هنا برضه الكهربا out فالforce بتاعته هتبقى لفوق بالشكل ده، كده. والله لو الforce بتاع ده up يبقى الforce بتاع ده down، يبقى يا جماعة الforce هنا down كده. ولو بصيت هتلاقي إن الكهربا هنا كانت in، الكهربا هنا برضه in، فالforce بتاعته هتبقى برضه لتحت بالشكل ده. فتعالَ نبُص بقى ركّز، آدي الموبايل أكنه الكويل، الجنب اليمين اللي هو ده الforce بتاعته كانت لتحت، اللي هو ده يا جماعة لتحت كده. أمّا الجنب الشمال هنا اللي هو ده الforce بتاعته لفوق، الجنب الشمال برضه هنا الforce لفوق، بغض النظر عن مين هو الجنب. يعني هنا كان XW وهنا كان YZ مش هتفرق. بُص كده إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا جماعة، اللي حصل إن الجزء ده الكهربا الforce بتاعته لفوق، الجزء ده اللي هو جنب الشمال برضه الforce بتاعته لفوق. يعني ده كده الforce بتاعته لفوق، وده كده الforce بتاعته لتحت. إيه اللي هيحصل؟ هيلف في اتجاه واحد. عارف هيحصل إيه كمان شوية؟ هنا مثلًا الموضوع هنا هيبقى مختلف شوية. ليه بقى؟ لأن أنا AC source هاجيب لك معاه commutator. أنا هنا الAC source جايب لك معاه إيه؟ rings. فهنا الcoil يا جماعة فعلًا زي ما إحنا قُلنا إن الcurrent في two directions
بس الموشن one direction. اما هنا كان الكرنت في one direction وكانت الموشن برضو one direction. انا كده يعني ايه نوعا ما اكدت لك موضوع الاي سي موتور والدي سي موتور برضو. ايه بقى اللي عندنا، او انا ليه بحكي الحكايه دي كلها؟ بص، هو في الاخر في ناس بتحفظها يعني تمام، انه بيحفظ ان الاي سي موتور كهرباء في اتجاهين موشن في اتجاه واحد. طب الدي سي موتور كهرباء في اتجاه واحد موشن في اتجاه واحد. عايز تحفظها كده كده تمام، مفيش مشكله. بس انا هنا وضحتها لك يعني بالملي بالفتفوته زي ما بيقولوا في الحته دي، ان الطلبه عاده ما بتقتنعش ازاي كهرباء في اتجاهين وازاي موشن في اتجاه واحد. خلاص، طيب ركز بقى في الحته اللي جايه. هو البطاريه كان معاها ايه؟ البطاريه كان معاها كوميوتيتور. هو ايه اللي يحصل لو البطاريه بقى معاها تو رينجز؟ اه، البطاريه المفروض يبقى معاها كوميوتيتور. هنا البطاريه معاها تو رينجز، دي مشكله دي. ده دي سي موتور، خلي بالك، دي سي موتور بس بطاريه معاها تو رينجز. هنا مشكله، دي مشكله. ايه مشكله؟ هنشوفها. طب بص، هنا اي سي موتور كان عباره عن اي سي رينجز مع او اي سي سورس مع تو رينجز. طيب تعالى هنا، ده دي سي موتور برضو، بس عملنا ايه بقى؟ عملنا حوار. ده احنا الدي سي موتور ما بقاش دي سي موتور، ده احنا جبنا اي سي سورس بس مع كوميوتيتور. ده اللي احنا عملناه. مستر طب ما ده كده ما بقاش دي سي، هنشوف بقى هو ايه بالظبط يعني. بس هنا برضو هيحصل مشكله. دي مشكله يا جماعه. ليه يا جماعه مشكله؟ عشان احنا قلنا الدي سي موتور لازم بطاريه مع كوميوتيتور. طب انت انا عملت ايه؟ جبت بطاريه مع تو رينجز، حلو. بس هنا انت خليت الكوميوتيتور بس شلت البطاريه، دي برضو مشكله. ايه اللي هيحصل في الحالتين؟ بص، هي الحته دي موجوده عندك في الكتاب اهي. بص كده، جايب لك انا هنا اهو. بقول لك ايه؟ قلت لك لو في الدي سي موتور في الحالتين دي سي موتور اهو، عملنا ايه في الدي سي موتور؟ او مثلا لو انت عايز ايه هتفهم دلوقتي. لو شلنا الكوميوتيتور حطينا بداله رينجز، شلنا الكوميوتيتور حطينا بداله رينجز، فين اهو. بص كده، المفروض هنا كان يبقى فيه كوميوتيتور، انا حطيت تو رينجز، ده يؤدي لمشكله اه. طيب او ممكن يقول لك حاجه تانية، يقول لك شلنا البطاريه حطينا بدلها اي سي سورس، مشكله اه. بص كده، المفروض لو ده دي سي موتور كانت تبقى ده دي سي سورس، انا شلت الدي سي سورس خليته اي سي سورس بس سبت الكوميوتيتور زي ما هي. دي مشكله اه، دي مشكله. انا هعمل ايه؟ انا هشرحها لك بالتفصيل. خلاص، الاجابه في الاخر ايه؟ الاجابه في الاخر ان الكويل هيلف في اتجاهين مختلفين لحد ما يثبت في النص في الفيرتيكال بوزيشن، يفضل يلف في تو ذا اوبوزيت دايركشن. ليه؟ لان انت هنا عكيت ازاي؟ باشا المفروض بطاريه معاها كوميوتيتور. طب حضرتك عملت ايه؟ شلت الكوميوتيتور، كان هنا المفروض كوميوتيتور شلته حطيت تو رينجز. باشا المفروض بطاريه مع كوميوتيتور، انت شلت البطاريه وخليتها اي سي سورس، برضه دي مشكله. ايه المشكله اللي هتحصل؟ ان الكويل هيلف في اتجاهين عكس بعض. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ هثبتها لك. هثبت لك ان الكويل هيلف فعلا في اتجاهين عكس بعض، لان الناس ما تبقاش مصدقه الموضوع ده. يا عم تعالى نشوفها ونجرب، هنخسر ايه؟ يلا. احنا هنا معانا ايه يا باشا؟ والله احنا معانا هنا تو رينجز زي ما انت شايف، بس معانا بطاريه، ودي مشكله. تعالى نشوف ليه مشكله. يلا، تعالى نفترض حاجه، ان ده البوزيتيف وده النيجاتيف بتاع البطاريه، ده البوزيتيف وده النيجاتيف. يلا، الكهرباء هتمشي كده، هنفضل ماشيين مع الكهرباء كده، تروح للرينج الزرقاء وتفضل ماشيه جوه السلك كده، وبعد كده تيجي هنا كده تفضل ماشيه كده يعني، وايه، وترجع لفتها تاني لمين؟ وترجع لفتها يا باشا تاني للنيجاتيف. واحنا هنا يا جماعه بنشتغل بفليمنج رايت ولا فليمنج ليفت؟ والله احنا هنا بنشتغل بفليمنج ليفت عشان ده المفروض موتور. طيب تعالى مثلا نمسك الحته دي اللي هي دبليو اكس. والله الكرنت بتاعها اوت، والفيلد يا جماعه ده الكرنت خلاص اوت، والفيلد يا جماعه اللي هو جاي من نورث للساوث، يبقى الفورس هيبقى لفوق، يبقى ده هتبقى الفورس بتاعته لفوق. اكيد زد واي باعتبار ان الكرنت عكس، يبقى الفورس بتاعته لتحت. يبقى يا سيدي الناس، لو عندي كويل كده اهو، بص بقى، خليه كده عشان ايه الكسره دي ساعات ممكن تضايقك. الجنب اليمين هيطلع لفوق، والجنب الشمال اللي هو زد واي ده هيطلع ينزل لتحت كده. بص يعني ده هيطلع
وده هينزل فهيلف كده، يبقى هو كان كده هيلف كده. حلو قوي. هيفضل يلف لحد ما يجي كده يبقى بارلل تاني. فكده نخش في السكند هاف سايكل. زد واي جت هنا ودبليو اكس جت الناحيه التانيه، وخلي بالك الكوميوتيتور بيلف في مكانه، فهو هنا كان متوصل مع براش بي، ستيل هو متوصل مع براش بي، هنا ده متوصل مع براش ايه، ستيل متوصل مع براش ايه. يلا بينا امشي مع اتجاه الكرنت. لما تيجي تمشي مع اتجاه الكرنت هتلاقي الكهرباء برضو ادي البوزيتيف ماشي كده ماشي كده. هنا مين اللي استلم الكهرباء؟ البراش اللي هي اسمها ايه. فالكهرباء يا جماعه تيجي كده تيجي كده تفضل ماشيه بقى كده هنا، وبعد كده تيجي لنا كده يا باشا زي ما انت شايف كده. ركز بقى ايه اللي حصل. لما نيجي نبص على الجنب ده، او يعني خلينا ممكن ده برضه انا بحب اشتغل على الاوت اسهل يعني. ادي دبليو اكس الفيلد اللي هو الصباع ده جاي من نورث للساوث، الكرنت اوت يبقى الفورس لفوق. انا خلي بالك المره دي اشتغلت على دبليو اكس اهو، الفورس بتاع ده لفوق، اكيد الفورس بتاع ده هتبقى لتحت. بص لي بقى كده يا باشا ايه اللي حصل. اللي حصل يا جماعه كده، يعني خلينا بقى نجيبها من الاول. بص كده، هنا دبليو اكس الفورس بتاعته لفوق فده هيتحرك لفوق، واي زد الفورس بتاعته لتحت فده هينزل لتحت، ففضل يلف لحد ما جه كده. حلو قوي. وصلنا للوضع ده. خلاص وصلنا للوضع ده يا جماعه. لما جينا وصلنا للوضع ده ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان واي زد اتجاه الفورس بتاعته لتحت. واي زد ده يا جماعه اتجاه الفورس بتاعته لتحت. حلو. فيروح جاي يعمل كده. ودبليو اكس اتجاه الفورس بتاعته لفوق فده هيطلع فيروح جاي يعمل كده. انت اخدت بالك ايه اللي حصل؟ غالبا انت ما خدتش بالك. بص كده، بص، ده اب يبقى ده هيطلع فيلف كده. طيب بعد كده ده هينزل فيروح اللي هو يزد فيروح جاي كده. يا جماعه ده لف كده في الاول وبعد كده لف كده، فهو كده عكس اتجاهه اصلا. انت مدرك هو كده عكس الاتجاه، يعني هو بيلف كده مره بيلف كده مره، هيفضل يلف 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 لحد ما يثبت في النص. يبقى يا باشا هنا الكويل ها روتيت in two opposite directions، هيلف في اتجاهين عكس بعض. بص لما تيجي تبص على الكهرباء انت دايما متعود ان الكهرباء بتغير اتجاهها جوه الكويل، صح؟ يعني على فكره في الاي سي داينامو الكهرباء غيرت اتجاهها جوه الكويل في تو دايركشنز، كل نص لفه بتغير اتجاهها، وبرده في الدي سي داينامو. هنا لما تيجي تبص هتلاقي ان الكهرباء ما غيرتش اتجاهها جوه الكويل. ازاي؟ زد، بص يعني لو بدأنا الكويل من هنا، ما انا طبيعي هبدأ الكويل من هنا لان الكهرباء ماشيه كده، لان انا هنا بعد كده في الاكسترنال سيركت، فانا طبيعي هبدأ من هنا. زد واي اكس دبليو، هتلاقي ان الكهرباء كانت زد واي اكس دبليو ده في الكويل. طيب بص بقى هنا لما تيجي تبص في الكهرباء، يعني اكيد مش هبدا من هنا او مش هبدا من اكس، لان انا لو بدات من هنا هطلع بره الكويل، انا عايز افضل جوه الكويل فابدا من زد. يبقى زد واي اكس دبليو، يبقى الكويل هنا يا باشا كان زد واي اكس دبليو. بص المفاجاه، الكهرباء كانت زد واي اكس دبليو، كانت زد واي اكس دبليو بسبب ان الكهرباء ما غيرتش اتجاهها جوه الكويل. حصل حاجه بقى، حصل ان زد واي هنا كانت الكهرباء طالعه، او خلينا نقول زد واي كانت الكهرباء داخله ان، اما هنا زد واي برضو كانت ان. بس اللي حصل ايه؟ ان زد واي الكهرباء بتاعها ان وهي ناحيه الشمال، هنا زد واي الكهرباء بتاعها ان وهي ناحيه اليمين. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ان اتجاه الفورس كان هنا لتحت بس وهي ناحيه الشمال، هنا زد واي الفورس بتاعها لتحت بس وهي ناحيه اليمين. فاللي حصل ايه؟ ان زد واي وهي ناحيه اليمين الفورس بتاعها لتحت كده، فزد واي هتنزل، فاهم؟ يعني هتلف كده. اما زد او واي زد وهي هنا ناحيه الشمال كده، فهي يا جماعه بقت بتيجي كده وكده، فاهم؟ يعني شويه كده وشويه كده، فالكويل مش هيبقى عارف يروح فين، فتلاقيه ثابت في النص. هي دي المشكله اللي حصلت في الدي سي موتور لما كان معانا بطاريه مع تو رينجز. انت هتتسال في الحته دي ازاي؟ يقول لك هو ايه اللي يحصل لو حطينا بطاريه مع تو رينجز في الدي سي موتور؟ هو اصلا كان المفروض هنا يبقى فيه ايه؟ كان المفروض هنا يبقى فيه كوميوتيتور، شلنا الكوميوتيتور حطيناها تو رينجز. قول له ذا كويل روتيت ان تو اوبوزيت دايركشنز till it stops in the vertical position. خلاص. طيب تعال ناخد الحاله الثانيه. الحاله الثانيه ركز، انا يعني ايه عشان اجمع لك، قعدت اجمع صور واظبط صور واكتب علشان نفهم. تعال نشوف هنا في حاله الدي سي موتور اي سي سورس مع كوميوتيتور. حلو.
هو المفروض دي تبقى دي سي، لا ده قال لك انا جبت اي سي مع كوميوتيتور. امال هو الاي سي المفروض يبقى معاه ايه؟ لا هو الاي سي فين الاي سي موتور؟ كان المفروض الاي سي يبقى كان معاه رينجز، خلاص فمش هيبقى في مشكله ساعتها والكويل هيفضل يلف في اتجاه واحد. لكن انت هنا عملت ايه؟ انت جبت لي اي سي مع كوميوتيتور وهنا حصلت المشكله. المفروض الاي سي يبقى معاك رينجز، لا هنا الاي سي انت جبت لي معاك كوميوتيتور، هنا هيحصل مشكله هنا هيحصل مشكله. تعال نشوف المشكله ايه. المشكله يا جماعه يعني ده اي سي سورس، فالكرنت بيغير اتجاهه كل شويه. فتعال نشوف ايه المشكله اللي هتحصل. يلا بينا نقول مثلا ده البوزيتيف ده النيجاتيف. يلا الكهرباء هتطلع من البوزيتيف كده، طبعا خلي بالك هنا بوزيتيف نيجاتيف في النص لفه التاني بتعكس، بيبقى النيجاتيف فوق والبوزيتيف تحت لان اتجاه الكهرباء بيتغير. امشي مع البوزيتيف كده، هفضل ماشي هنا كده كده يا جماعه بالشكل ده، وهنا هتبقى كده الكهرباء هتجيلنا هنا وترجع تاني للنيجاتيف. طيب هنا بقى هتبدأ من البوزيتيف، بس البوزيتيف هيبقى كده يفضل ماشي معانا كده، فالكهرباء هتبقى كده طالعة هنا وهنا هتبقى جاية بالشكل ده. ويلا بينا بقى نشوف ايه اللي حصل. ايه الحقيقة؟ نمسك الأول هنا زي ما قلت لك انا بحب اشتغل على ايه؟ على الكهرباء تبقى اوت. طيب الصباع ده اللي هو الفيلد جاي من نورث للساوث كده، واتجاه الكهرباء هنا اوت، فالفورس بتاعته لفوق اب، فالفورس بتاع ده لفوق، اكيد الجنب التاني الفورس بتاعته لتحت. طيب تعالى هنا بقى في الناحية التانية. اوكي يا جماعة الكهرباء يعني هنا لما تبقى اوت كده زي ما قلت لك بحب اشتغلها اوت، ده الاوت الكرنت اوت، وده الفيلد جاي من نورث للساوث، والفورس هنا لفوق، فالفورس هنا لفوق واكيد الفورس هنا هتبقى لتحت. طيب، حلو جدا. تعال نشوف اتجاه الكهرباء هنا جوه الكويل من فين لفين. بص يا سيدي كانت اتجاه الكهرباء يعني باعتبار ان انا عايز افضل جوه الكويل، فكانت دبليو اكس واي زد دبليو اكس واي زد. تعالى بقى نشوف اتجاه الكهرباء هنا جوه الكويل من فين لفين. طبعا هي كده كده في الاكسترنال سيركت غيرت اتجاهها ما فيهاش جدال لان ده اي سي سورس. طيب جوه الكويل بقى يعني انا عايز افضل جوه الكويل فتبقى دبليو اكس واي زد. اوبا يا جماعه ده اتجاه الكهرباء جوه الكويل ما اتغيرش، بص زي ما حصل فوق اتجاه الكهرباء ما اتغيرش جوه الكويل، بس الفورس حصل لها ايه بقى؟ تعال نبص كده. لما تيجي تبص على واي زد هنا، ها واي زد هنا يا جماعه واي، او خلينا نمسك دي الاول. الجنب اليمين ده كانت الفورس بتاعته لتحت، خلاص اللي هو الجنب اليمين مش مهم هو مين، بس الجنب اليمين هنا او السايد اليمين الفورس بتاعته لتحت كده، يبقى ده هينزل لتحت. فلما ده هينزل لتحت ده هيطلع لفوق، وده اللي حصل هنا فعلا، ده نزل وده طلع، فالكويل لف فجه كده. طيب خلي بالك بقى الكويل كان كده جه كده، خلاص يبقى هو انت كنت شايف الشاشه اللي هي فيها سكرين مكسوره دي كده، تمام لف كده. طيب هل هيكمل ولا هيحصل ايه؟ هنشوف. تعالى بقى الجنب اليمين ده اللي هو بقى الفورس بتاعته لفوق ده، ايه ده هيرجع تاني، يبقى هو لف كده بعد كده رجع كده. طب ما كده هو هيلف في اتجاهين عكس بعض، ودي المشكله اللي حصلت. هو خد كهرباء في اتجاهين، خد كهرباء هنا في ايه يا جماعه؟ في اتجاهين، فبدأ يعمل موشن في اتجاهين، اتحرك في اتجاهين، ودي كانت مشكله. انا اصلا مش عايزه يتحرك في اتجاهين. مستر طب هو ليه اتحرك في اتجاهين؟ علشان حضرتك حطيت اي سي سورس مع كوميتيتور. مستر طب ما هو هنا كان بيتحرك راحت فين؟ اللي هي اللي انت قلت لنا عليها مستر هنا او هنا اهي. انت هنا خد كهرباء في اتجاهين واتحرك في اتجاه واحد صح، بس الاي سي سورس كانت معاها ايه؟ كانت معاها رينجز. الاي سي سورس معاها رينجز مفيش مشكله. بص بطاريه مع كوميوتيتور نو مشكله، اي سي سورس مع تو رينجز نو مشكله، مفيش مشكله. لكن بطاريه مع رينجز لا دي مشكله. طب اي سي سورس مع كوميوتيتور دي برضو مشكله. هي دي الفكره اللي انا بس حبيت اثبتها لك، يا رب تكون وصلت. الفكره كلها انا بص حاطط لك والله الاحتمالات كلها اهي، ده الشرح النظري بتاعها، ودي التفصيصه واحده واحده في كل حته بالظبط. خلاص اتمنى تكون وصلت، ما تبقاش وجعت لك دماغك بشكل كبير. زي ما قلت لك السؤال بتاعها بيجي ازاي اهو. لو استبدلنا الكوميوتيتور برينجز بس بطاريه موجوده يتحرك في اوبوزيت دايركشن. طيب لو استبدلنا البطاريه باي سي سورس بس الكوميوتيتور موجود برضو يتحرك في اوبوزيت دايركشن لحد ما يقف في النص. بص يا سيدي دلوقتي احنا عايزين نشوف ايه الفرق ما بين الموتور والجلفانومتر، لان هو يعني في بينهم حاجات ايه متشابهه. طيب
هنقرا الملخص ده بس نبص في الجدول الاول. اولا الدي سي موتور ديبند على ايه؟ السيميلاريتي ما بينه وما بين الجلفانومتر ان هما الاثنين يا شباب بيعتمدوا على التورك. هما الاثنين بيعتمدوا على التورك، يعني الساينتفك ايديا بتاعتهم بتعتمد على التورك. طيب اما الديفرنس ما بينهم، لا في بينهم فرق مهم قوي. ان بالنسبه للموتور، الموتور روتيت كونتينيوسلي ان ذا سيم دايركشن. طب خلينا نفتكر، هو ليه الكرنت او ليه الموتور هيفضل يلف في نفس الاتجاه؟ يعني ليه الموتور الكويل بتاعه هيفضل يلف في اتجاه واحد؟ هتقولي لان اتجاه الكهرباء كان في اتجاه واحد. هفكرك بالحته دي. احنا لما جينا يا شباب عملنا التلخيصه بتاعتنا، الموتور الموشن بتاعته في وان دايركشن، صح كده؟ طيب ايه اللي خلى الموشن تبقى في وان دايركشن؟ هتقولي عشان الكرنت في وان دايركشن. ماشي، موافقك. مين بقى الحاجه اللي حافظت ان الكرنت ده يفضل ماشي في نفس الاتجاه؟ طبعا هي الكوميوتيتور. وجود الكوميوتيتور هو اللي خلى الكرنت يفضل ماشي في نفس الاتجاه. بمعنى ان دلوقتي الجنب اليمين هنا اللي هو السي دي ده الكهرباء فيه اوت اوف ذا بيج. طيب الجنب اليمين هنا الكهرباء فيه برضو اوت اوف ذا بيج. فبالتالي كان اتجاه الفورس عليهم هما الاثنين، سواء في الجنب اليمين هنا او في الجنب اليمين هنا. طبعا دي الفيرست هاف سايكل ودي السكند هاف سايكل. كان اتجاه الفورس دايما لفوق. طيب اما الكرنت هنا كان انتو ذا بيج، اما الكرنت هنا برضو انتو ذا بيج. فكان الفورس بتاعتهم هما الاثنين اتجاهها لتحت. طب حلو قوي. يبقى هل اتجاهات الفورس اتغيرت؟ لا. طب بما ان اتجاهات الفورس ما اتغيرتش، يبقى اتجاه الدوران مش هيتغير، هيفضل يلف دايما في نفس الاتجاه. ومين اللي حافظ على كده؟ ان الكرنت هنا اوت، الكرنت هنا اوت، الكرنت هنا ان، الكرنت هنا ان. مين الحاجه اللي حافظت على ده؟ هي الكوميوتيتور. وجود الكوميوتيتور هو اللي عمل كده. لان لما جينا ورا استبدلنا الكوميوتيتور بتو رينجز، بص الكويل بدا يعمل ايه ساعتها؟ عمل روتيت في تو اوبزيت دايركشن. بس يبقى هي دي الفكره. ايه الحاجه اللي خلت الكويل يفضل يلف في نفس الدايركشن؟ هو الكوميوتيتور. يبقى انا عايزك تكتب لي كده جنبها جيف ريزون. هقول له due to commutator، بسبب وجود الكوميوتيتور. طيب هنا بقى الجلفانومتر لا، ده ما بيفضلش يلف وخلاص، ده rotates until it settles at certain reading، لحد ما يثبت عند رقم معين. فاكر امتى بيثبت عند رقم معين؟ لحظه البالانس. طيب كان امتى بتحصل لحظه البالانس؟ لما كان التورك بتاع الكويل بيساوي التورشن او التورك بتاع السبرينج. يعني ممكن نقول تورشن برضو او التورك بتاع السبرينج. وكان ساعتها يا شباب التورك التوتال انه بكام؟ انه بزيرو. في الحته دي، الحته دي مهمه برضو، اكتبها عندك. طيب تعالى برضو نشوف السمري اللي فوق ده او الملخص اللي فوق. ذا برنسبل اوف ذا اوبريشن اوف ذا موتور اند جلفانومتر ار لايك. يعني هما الاثنين معتمدين في البرنسبل بتاع الاوبريشن، هما الاثنين بيعتمدوا على مين؟ بيعتمدوا على التورك. طيب ذا مين ديفرنس، الفرق بقى ما بينهم ما بين الموتور، ان الموتور روتيت كونتينيوسلي ان ذا سيم دايركشن. ايه الحاجه اللي خلت الكويل يفضل يلف في نفس الدايركشن؟ طبعا هو وجود الكوميوتيتور، هو اللي عمل كده. ذا ديزاين اوف موتور نيسيسيتس ذات، تصميم الموتور بيتطلب ده، ان التو هافز اكس وواي اوف ذا سلندر ماست انترتشينج ذير بوزيشن، اللي هم الكوميوتيتور، ريلاتيف تو ذا براشز اف 1 واف 2 اللي هم الفيرست براش والسكند براش. طبعا ايتش هاف سايكل بيبدلوا اماكنهم كل نص لفه. قال لك ايه بقى؟ the current passing in the motor must reverse the direction in the coil each half revolution. الحته دي مهمه. في ناس بتفكر ان الكرنت ما بيتغيرش اتجاهه في الكويل. يا جماعه الكرنت اتجاهه في الكويل بيتغير، بتاع الدي سي موتور. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ببساطه. تعالى مثلا هنا، دي الترخيصه اللي احنا عاملينها، خلي بالك احنا عملنا الترخيصه دي والترخيصه دي، ودي الحاجات اللي فيها مشكله. فتعالى الحته اللي ايه نو مشكله، اللي هي بتاعه البطاريه مع الكوميوتيتور. ان يا جماعه اتجاه الكهرباء في الكويل هنا كان، يعني لو جينا مشينا نحاول نمشي جوه الكويل دي سي بي اي اهو، دي سي بي اي. طب اتجاه الكهرباء في جوه الكويل هنا بص كده اهو، اي بي سي دي، اي بي سي دي. طب يا جماعه، طب ما كده اتجاه الكهرباء اتغير، هنا دي سي بي اي، هنا اي بي سي دي. فهي دي الفكره ببساطه، ان اتجاه الكهرباء هنا بالنسبه لي اتغير جوه الكويل. اتغير جوه الكويل كحروف، صح؟ لكن الجنب اليمين هنا اتجاهه اوت، الجنب اليمين هنا اتجاهه اوت، بغض النظر عن اختلاف الحروف. صح الحروف اتغيرت، هنا سي دي هنا بي اي، مش مهم. بس المهم ان الجنب اليمين هنا والجنب اليمين هنا لا اتجاه الكرنت اتغير ولا اتجاه الفورس اتغيرت. الجنب الشمال هنا والجنب الشمال هنا لا اتجاه الكرنت اتغير ولا اتجاه الفورس اتغير. فبالتالي فضل الكويل يلف في ايه؟ في وان دايركشن.
لما نيجي هنا طبعا احنا في الموتور خلاص بنستخدم انهي قاعده؟ بنستخدم فليمنج ليفت، لان الموضوع قايم على التورك، والتورك عباره عن تو فورسز، يبقى لازم تبقى فليمنج ليفت طبعا، فليمنج ليفت هاند رول. طيب هنا محتاجين ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي في الموتور وفي الداينامو، يعني عايزين بس ايه نوضح ان ده اي سي موتور اي سي داينامو. انواع الاي سي موتور والاي سي داينامو ممكن يعانوا من الاي دي كارنت. بجد الاي دي كارنت يعمل لنا مشكله، الاي دي كارنت هنا يعمل لنا مشكله، واحنا يعني شرحنا الاي دي كارنت في الابلكيشن بالتفصيل. فبالتالي لازم نعمل ايه بقى؟ ذا ايرن كور ميد اوف انزوليتد سيركولار ديسكس، يعني مع الايرن بيبقى واخد شكل سلندر، احنا هنقطع السلندر دي كذا شيت وفاكر، ونحط ما بينهم ايه؟ ونحط ما بينهم انزوليتنج ماتيريال، نحط ما بينهم طبقه شحم كده عازله ما بينهم، عشان طبعا نعمل ايه؟ عشان نخلي الايدي كارنت تلف في دوائر اقصر. to make the induced current in the iron passes in small passes. حلو الكلام؟ حلو. parallel to the axis of the coil، يعني هو الكرنت بيلف parallel مع الاكسس اوف ذا كويل. يا جماعه ده الكويل اهو، ده الكويل وده الاكسس، هو الكرنت بقى اللي هي الايدي كرنت ده بيلف ايه؟ parallel مع الاكسس. طيب to reduce the eddy current، عشان نقلل الايدي كرنت. خلاص الحته دي برضو give reason، ممكن تيجي give reason. طيب الكويل يا جماعه بتاعت الموتور بيعتمد في الاساس على التورك. طيب التورك قانونه بيان ساين ثيتا نورمال. حلو قوي يا جماعه. ده الام دي، الام دي ده اللي هو مين؟ اللي هو النورمال يا معلم. الكويل هنا بارلل مع الفيلد، لما يبقى الكويل بارلل تبقى سيتا كويل بزيرو، تبقى سيتا نورمال ب 90، يبقى التورك هنا ماكسيموم. وطالما الكويل ماكسيموم يبدا الكويل يلف، يبقى الكويل ستارت روتيشن، يبدا يلف. وخلي بالك بقى ان في وضع البارلل، الحته دي قلناها في الدي سي داينامو بنقولها هنا تاني، لما الكويل بارلل بيبقى الكوميوتيتور تاتش ذا براشز والكرنت بيمر للكويل، الحته دي خدناها في الدي سي داينامو. طب هنا بقى لو الكويل بيربنديكولار، ده الام دي، الام دي ده اللي هو مين؟ اللي هو النورمال. ايه الام دي ده؟ اللي هو الماجنتيك دايبول مومنت اللي احنا خدناه في شابتر 2. هنا يا جماعه الام دي او النورمال بارلل مع الفيلد. حلو. هو الكويل بيربنديكولار يبقى الثيتا كويل ب 90، يبقى الثيتا نورمال بزيرو. لو الثيتا نورمال عوضت عنها هنا بزيرو هيطلع التورك بزيرو. ونيجي لحته مهمه، الكويل وهو في وضع البارلل هيتاثر بتورك ماكسيموم. حلو. يبدا يلف لحد ما يبقى بيربنديكولار، هيبقى التورك بزيرو، ومع ذلك الكويل بيكمل لف. ايه الفورس اللي خلت الكويل يفضل يكمل روتيشن مع ان التورك بزيرو؟ هي الانرشا. الكويل يا جماعه بيفضل في حاله كونتينيوتي للموشن بسبب الانرشا. الانرشا دي حاجه انت درستها في اولى ثانوي زمان، تعال نفتكرها ببساطه. انت دلوقتي لو راكب عربيه والعربيه دي بتتحرك، هل العربيه بتتحرك لوحدها ولا انت بتتحرك معاها؟ بالتاكيد انت بتتحرك معاها. لو الشخص اللي سايق العربيه داس فرامل، الفرامل هنا حاولت تعمل ايه؟ حاولت تغير حاله الموشن لستاتيك. انت جسمك رفض ده، قاوم ده، فظهرت فورس اسمها انرشا هتخليك مكمل في حاله الموشن، فبنروح طالعين لقدام بقى، فلا قدر الله ممكن نخبط في حاجه في الازاز في العربيه او حاجه. الانرشا هنا عملت كده. التورك هنا كان ماكسيمم لما كان الكويل بارلل، جه التورك هنا بقى كام؟ بقى زيرو. طب هو التورك لما يبقى زيرو هل الكويل هيقف؟ لا، الكويل هيفضل يكمل. طب ايه اللي هيخلي الكويل يفضل يكمل لحد ما يرجع بارلل تاني؟ الانرشا. ليه؟ علشان هو كان في حاله موشن، والانرشا هتخليه يحافظ على حاله الموشن، فيفضل مكمل في الحاله دي، يفضل يكمل موشن لحد ما يرجع بارلل، التورك يبقى ماكسيمم. بعد كده يفضل يلف كده لحد هنا التورك يبقى بزيرو، بس هو مش هيقف، الانرشا هتحركه لحد ما ترجعه بارلل. طب بعد ما يبقى بارلل التورك يبقى ماكسيموم، يفضل مكمل لف بقى عادي لحد ما يبقى بيربنديكولار. اول ما يبقى بيربنديكولار التورك بزيرو، الانرشيا هتفضل مخليه يلف، وهكذا. ففي الوقت ده قلنا يا شباب ان الكوميوتيتور هنا، هو بص كده، بيبقى يعني تقريبا مش لامس البراش هنا، لما شفنا في الفيديو حتى ان الحته دي كان بيبقى فيها ايه؟ فيها هواء. يبقى الكوميوتيتور doesn't touch the brushes. امال الكوميوتيتور ساعتها تاتشز مين؟ ممكن نزودها هنا، ان الكوميوتيتور touches the insulator. الكوميوتيتور يا جماعه لامس الانزوليتور، الانزوليتور ده اللي هو مين؟ اللي هو الهواء، انزوليتور اللي هو الاير. في الوقت ده الكرنت doesn't pass in the coil، مفيش كهرباء رايحه للكويل، فطبيعي كده كده التورك هيبقى بزيرو. طيب حلو جدا. هنا يعني تكون كتبت بس الحته دي ونمسح بقى. الحته اللي جايه سمري مهم جدا جدا جدا. ليه يا جماعه الكويل بيفضل مكمل روتيشن في نفس الدايركشن؟ دي جمله. طب الكويل بيفضل مكمل روتيشن اساسا، دي جمله تانية خالص وسبب تاني خالص بجد. لما يقول لي يا جماعه ليه الكويل بيفضل give reason the continuity of the rotation of the coil of the motor in the same direction. الراجل هنا قال same direction، يعني ليه الكويل بيفضل يلف في same direction او في one direction؟ هتقول لي عشان الكرنت في one direction. ماشي، ما هو مين اللي حافظ على ده يا جماعه؟ الكوميوتيتور. الكوميوتيتور هو اللي عمل ده.
طيب ليه الكويل هنا بيفضل مكمل كونتينيوتي في الموشن اصلا؟ يعني ليه بيفضل مكمل موشن مع ان التورك بيجي لحظه يبقى بزيرو؟ بسبب الانرشا. الحته دي مهمه قوي قوي قوي، كمان انا مأكد لك عليها برضو في اللي جاي. هنا بقى الحته دي يمكن مهمه. ان ذا موتور يا جماعه the direction of the current reversed at the moment when the torque equal كام؟ زيرو. الكرنت اتجاهه بيتغير يا جماعه لما التورك بيبقى بزيرو بجد. عايزك تكتب على الجمله دي لما يبقى الكويل بيربنديكولار مع الفيلد. يا جماعه الكهرباء اتجاهها بيتغير لما يبقى اتجاه الكويل ساعتها بيربنديكولار مع الفيلد. عارف الحته دي خدناها فين؟ خدناها في الداينامو. وريتها لك انا في الداينامو ان الكويل بيتغير، وخليتك حتى تكتبها لما الكويل اتجاهه بيتغير لما يبقى في وضع البيربنديكولار. خدناها في الاي سي داينامو، خدناها في الاي سي داينامو. تحب افكرك بيها؟ هفكرك بيها. بص يا سيدي، كانت الفيديو ده فكرك بيه كده اهو. الكويل هنا بيربنديكولار، لف، الكرنت وصل للماكسيموم زي ما انت شايف هنا كده اهو. الكرنت هنا يا جماعه وصل للماكسيموم. طب بعد كده الكويل فضل يلف يلف لحد ما رجع البوينتر تاني عند زيرو. بص كده البوينتر هنا بقى عند زيرو، فالكرنت بزيرو، والبوينتر كان ديفليكتد ناحيه اليمين. بص بقى اللي هيحصل. بص الكويل بدأ يلف بقى ايه، او بدأ يعني، خلينا بس نوقف الفيديو نمسح. دلوقتي يا جماعه المره اللي فاتت كان البوينتر كان ديفليكتد ناحيه اليمين، اليمين الزيرو. بص دلوقتي البوينتر هيبدأ ديفليكت ناحيه الشمال اهو. البوينتر ديفليكت ناحيه الشمال، يعني الكرنت بدا اتجاهه يتغير. ما هو طالما البوينتر راح الناحيه الثانيه يبقى الكرنت اتجاهه بدا يتغير. بص اهو. طب هو الكويل كده كان وضعه ايه؟ يعتبر بيربنديكولار. هتقول لي هو مايل سنه بعد اعتبره بيربنديكولار، ما هو برده ما اقدرش اقول انا عليه انه بارلل. يبقى الكرنت بدا يغير اتجاهه لما كان الكويل وضعه ايه؟ بيربنديكولار بالشكل ده. فطبعا لما يبقى الكويل بيربنديكولار يعني التورك ساعتها كان بزيرو. الحته دي مهمه قوي قوي قوي. بص يا سيدي، ايه دور الكوميوتيتور يا جماعه في الموتور؟ واحده واحده بقى. ايه دور الكوميوتيتور في الموتور؟ قلناها الكوميوتيتور بيعمل ايه؟ the continuity of the rotation of the motor coil in the same direction. بيفضل محافظ ان الموتور يا جماعه يفضل يلف في one ايه؟ دايركشن. طيب الكوميوتيتور بقى ايه الدور اللي عمله في الدي سي داينامو وفي الاي سي وفي الدي سي موتور؟ في الدي سي موتور قلناها كذا مره اهو، دي ثالث مره تقريبا. continuity of the rotation of the coil motor in the same direction. يفضل محافظ ان الموتور ده يفضل يلف في نفس الاتجاه. حلو، ده في الموتور. طب في الداينامو كان عمل ايه؟ هفكرك بقى. احنا في الداينامو عشان نحول الاي سي داينامو والدي سي داينامو عملنا بروسيس اسمها ريكتيفيكيشن. ريكتيفيكيشن دي اللي هي عمليه التقويم، ودي مرت بمرحلتين. اول مرحله فيها ان انا ركبت كوميوتيتور بدل الرينجز. الكوميوتيتور عمل ايه بقى؟ حول الالترنيتنج كرنت، خلاه يوني دايركشن. هو خلي بالك ما خلاهوش دي سي، هو خلاه يوني دايركشن، خلاه يبقى اتجاه واحد. وطبعا لما ركبنا بعد كده ميني كويلز بقى دي سي، لان بقى تقريبا الفاليو بتاعته ثابته. الحته دي او المقارنه دي مهمه قوي. دور الكوميوتيتور في الدي سي داينامو مختلف عن الدي سي موتور. في الدي سي داينامو حول الالترنيتنج ليوني دايركشن. طب في الموتور، في الموتور عمل ايه بقى؟ the rotation of the or continuity of the rotation of the coil of the motor in the same direction. طيب ازاي نزود الباور بتاع الموتور؟ والله بص، هو الموتور ده بيعتمد على ايه؟ على التورك. طب ما تزود التورك. هو ايه قانون التورك يا جماعه؟ والله قانون التورك بيان ساين سيتا نورمال. قال لك طب ما انت عايز التورك ده يبقى ماكسيموم، صح؟ زود عدد اللفات او زود عدد الكويلز نفسه. اقول لك ليه. هو التورك امتى يبقى ماكسيموم؟ لما تبقى السيتا نورمال ب 90 وساعتها الكويل كان باراليل. فانا هعمل ايه؟ هحاول احافظ ان الكويل يفضل دايما باراليل. تقول لي ده هنعملها ازاي دي؟ يعني حضرتك عايز التورك يبقى ماكسيموم ويفضل ماكسيموم. طب ما هو التورك عشان يبقى ماكسيموم لازم الكويل يفضل باراليل. طب انا هعمل ازاي الكويل ازاي اخليه باراليل دايما بكويل واحد؟ واكيد الكويل ده هيبقى مره باراليل مره مش باراليل، بيربنديكولار يرجع تاني باراليل. قال لك خلاص ما تجيبش كويل واحد، هات اكتر من كويل. نعمل ايه بقى؟ اقول لك. قال لك بص، شايف الرسمه كده؟ الموتور بيلف اهو تمام وشغال بكويل واحد، بس التورك بيبقى ماكسيموم في حاله كويل واحد لما يبقى باراليل. طب بص كده، لما تجيب كويلين هيبقى في واحد باراليل وواحد بيربنديكولار، يرجع يبدل يبقى ده باراليل وده بيربنديكولار، فاهم؟ فتحس ان هو بقى اسرع شويه. طيب نعمل ايه بقى؟ قال لك احنا هنزود عدد الكويلز بقى. بص لما نزود عدد الكويلز ايه اللي هيحصل؟ يلا يا عمنا زود عدد الكويلز اهو. بص لما جبنا عدد كويلز اكتر، وهقول لك طبعا ده ايه. بص السرعه بقت رهيبه جدا. ايه ده؟ هو ازاي بقى اسرع كده؟ لان التورك هنا بقى ماكسيموم. انت حافظت دايما ان التورك يبقى ماكسيموم ليه؟ لان لو في كويل عامل كده، الكويل كده باراليل مثلا، هيبقى في كويل تاني عامل كده، فده يتحرك، ده ما يبقاش باراليل، ده يبقى باراليل الابيض بقى، وهكذا بقى. يبقى دايما واحد فيه باراليل، بيبدلوا مكان بعض. يبقى قال لك اعمل ايه عشان تزود الباور بتاع الموتور؟
increase the power of the motor while obtaining maximum torque. نعمل ده ازاي؟ قال لك using many coils with equal angles between them، ان يبقى في انجل ما بينهم. طيب اثبت بقى انت دلوقتي. مستر هو احنا لما هنزود الكويلز هنعمل ايه في الكوميوتيتور؟ لازم نزود السكشنز بتاعت الكوميوتيتور. فاكر الكويل الواحد بيبقى معاه كوميوتيتور واحد بيبقى معاه 2 سيكشنز. طب لو 2 كويلز يبقى معاه 2 كوميوتيتور مع 4 سيكشنز. خدنا دي في الدي سي داينامو. قال لك خلاص خلي السيكشنز بتاعت الكوميوتيتور دبل الكويلز. ما انا ما ينفعش اقول له واحده بس، ما ينفعش اقول له يوزنج ميني كويلز. لا، ما انا لما ازود اكتر من كويل اهو لازم استخدم، بص سيكشن كوميوتيتور سيكشن كوميوتيتور سيكشن، لازم ازود عدد السيكشنز بتاعت الكوميوتيتور. حلو. بص بقى الحته اللي جايه مهمه قوي، اللي هي uniformity of rotation of the speed of the motor. ليه الموتور يا جماعه بيبقى سرعته ثابته؟ هقول لك على حاجه. لما نيجي نشغل مروحه يا شباب، سرعه المروحه بتبدا قليله وبعد كده تبدا تزيد وبعد كده تثبت. ليه بقى بتثبت؟ تقول لي ما هو طبيعي هتثبت. لا، مش مفيش حاجه اسمها طبيعي انها تثبت، ممكن تفضل سرعتها تزيد. ليه؟ لان هي عماله تاخد كهرباء، فالسرعه بتفضل تزيد تزيد تزيد. ايه اللي هيسيطر على الموتور ويخلي سرعته تفضل ثابته؟ ايه رايك بقى انها الانديوز دي ام اف؟ تقول لي حتى الانديوز ده داخل هنا في الموضوع. اقول لك ازاي بقى؟ بالراحه. دلوقتي انت عشان مشغل الموتور بالبطاريه، فانت عندك ايه ام اف للبطاريه. حلو قوي. مع التشينج في الفلكس، حبيبي بص ركز، الكويل عمال يلف فعمال يقطع في الفلكس، فطبيعي هيتولد انديوز. طب فورورد ولا باكورد؟ انت عامل سويتش اون، السويتش اوف بيبقى فورورد، طب السويتش اون بيبقى باكورد، يبقى الاثنين عكس بعض. لو انت بقى عايز تجيب الصافي بتاع الموتور تعمل ايه؟ حاجه بسيطه جدا، اعمل لهم ماينس. اعمل ماينس للاثنين عشان تجيب الصافي بتاع الموتور. خلي بالك انا بكلمك هنا على الصافي. يعني ايه الصافي؟ الصافي اللي الموتور هيتحرك بيه. هي الاي ام اف بتاعت البطاريه ماينس الاي ام اف الانديوز. ليه ماينس؟ عشان هم عكس بعض. برضو ما وضحتليش ليه دور او ايه دور الاي ام اف انها تفضل تخلي سرعه الموتور ثابته. بص بقى بالراحه. اولا احنا خدنا في بدايه شابتر 3 ان الاي ام اف يا جماعه، ان الاي ام اف دايركت مع الدلتا فاي على الدلتا تي. اكتب حتى الحته دي عندك. ودايركت مع الفيلوسيتي او التشينج في الفيلوسيتي تحديدا. طيب حلو جدا، دي حته احنا عارفينها من شابتر 3 في البدايه. بص بقى يا سيدي، كل ما السرعه تزيد، حلو قوي، السرعه تزيد. طب السرعه لما تزيد الدلتا فاي على الدلتا تي تزيد. ولما الدلتا فاي على الدلتا تي تزيد، الاي ام اف الانديوزد هي كمان تزيد. حلو جدا. طب سؤال، حاجه متعلمينها من زمان، لو الاي ام اف الانديوزد زادت ودي علامه ماينس، الاي ام اف الصافي بتاعت الموتور تقل، تبدا الاي ام اف بتاعت الموتور تقل. لما اي ام اف الموتور تقل، طب ما اكيد اللي هي الصافي بتاع الموتور، ما ده الصافي بتاع الموتور لما يقل، طب ما اكيد سرعه الموتور هتقل، تبدا سرعه الموتور تقل. يا جماعه طب ما هي لما سرعه الموتور تقل، بص بقى الدنيا هتتغير ازاي. اقول لك، سرعه الموتور هتبدا تقل، صح؟ طب ما الدلتا فاي على الدلتا تي هتقل، صح؟ طب الدلتا فاي على الدلتا تي لما تقل، قال لك يبقى الاي ام اف الانديوزد هتقل، تمام. طب لما الاي ام اف الانديوزد تقل، استنى بقى نرجع فوق تاني نغير السهم. لو دي قلت، دي علامه ماينس، اي ام اف الموتور يا جماعه تزيد، ترجع ام اف الموتور تزيد. طب لما الاي ام اف بتاعت الموتور تزيد، الفيلوسيتي تزيد. بص بقى وتفضل ايه، نلف السايكل ونعيدها تاني من الاول. يا جماعه هنا في حاجتين حصلوا عكس بعض. سرعه الموتور زادت، سرعه الموتور قلت. طب هي هتزيد ولا هتقل؟ لا هتلحق تزيد ولا هتلحق تقل، هي تفضل ثابته. وده اللي هيحصل هنا بسبب ان التغير ده سريع جدا. فسرعه الموتور لا هتزيد ولا هتقل يا شباب، هي هتفضل ثابته زي ما هي. تاني لو انت ما خدتش بالك، تاني يا جماعه، انت دلوقتي عشان تجيب الاي ام اف بتاعت الموتور اللي هي الصافي بتاع الموتور، والله بتعمل الباتري ماينس الانديوز عشان الاثنين عكس بعض، دي باكورد لدي. طيب فقال لك ايه بقى؟ قال لك ان انت اول ما بتركب او تشغل الكهرباء سرعه الموتور بتزيد اللي هي الفيلوسيتي. طب ما لما الفيلوسيتي تزيد تبدا الدلتا فاي على الدلتا تي تزيد، ولما الدلتا فاي على الدلتا تي تزيد تبدا الاي ام اف تزيد. حلو الكلام، اللي هي الانديوز دي طبعا. طيب لما الاي ام اف الانديوز دي زادت، دي زادت وهنا علامه ماينس، اي ام اف الموتور تقل. طب لما اي ام اف الموتور تقل، تبدا سرعه الموتور تقل، طبيعي. سرعه الموتور قلت، نرجع نعكس. قال لك سرعه الموتور قلت، لما دي تقل الدلتا فاي على الدلتا تي تقل، الاي ام اف الانديوزد تقل. طب ولو دي قلت وهنا في ماينس، ترجع الاي ام اف بتاعت الموتور تزيد. زادت الام اف بتاعت الموتور، يرجع بقى سرعه الموتور تزيد وهكذا. يبقى سرعه الموتور زادت، سرعه الموتور قلت، يبقى لا هتلحق تزيد ولا هتقل، دي هتفضل ثابته زي ما هي. شكرا جدا. طيب عايزين بس نكتب عند روتيشن فيلوسيتي
هنا كده زي ما أنا قُلت لك velocity. طيب الدور مهم أوي أو حاجة مهمة يا جماعة، إيه دور الbackward reversed induced؟ هي reversed يعني backward، دورها إيه؟ it will make the motor أو the motor coil rotate at uniform speed، هي اللي بتحافظ على سرعة الموتور يا جماعة إنها هتفضل ماشية بسرعة ثابتة. طيب عايزين نتكلم في القوانين دي، أدي قانون، أدي 2، أدي 3، هم يعتبروا 2 يعني ما يعتبروش 3. هاقول لك. دلوقتي يا شباب الI أو خلينا نقول ماشي الI بتاعة الموتور بنجيبها إزاي؟ الEMF بتاعة الموتور على الresistance بتاعة السيركت اللي متوصلة، طبعًا دي الEMF الصافي. طب ما إحنا قلنا أصلًا نجيب الصافي إزاي؟ قلنا نجيب الEMF بتاعة الباتري minus الEMF الinduced، شكرًا، على الR بتاعة السيركت، هي يعني. ده اللي مكتوب عندك ببساطة، أهو. آدي قانون الEMF بتاعة الموتور اللي هي الصافي. طيب لو عايزين تجيب I الموتور، EMF الموتور على R السيركت، أنا كل اللي عملته شِلت EMF الموتور وعوضت عنها اللي هي الEMF الباتري minus الinduced. الجدول ده قد يكون مهم لأن محتاجين فيه أكتر من حاجة ناخد بالنا منها، إيه هي؟ الفرق يا جماعة ما بين ال3 أجهزة، ما بين الAC داينامو والDC داينامو والDC موتور، إيه الفرق؟ مبدئيًا الAC داينامو ده بيحوّل الميكانيكال لإلكتريك، حلو. الDC داينامو ده بيحوّل الميكانيكال برضه لإلكتريك، الداينامو سواء AC أو DC بيعمل نفس الحركة. الموتور العكس، بياخد الإلكتريك يخلّيها لك إيه، يخلّيها لك ميكانيكال، ياخد كهربا يدّيك حركة. طيب إيه الscientific idea بتاعتهم؟ مهمة أوي. الscientific idea بتاعة الداينامو electromagnetic induction، خلّي بالك عشان أنت هتغلط في الحتة دي وهتقعد تقول self induction وهتقعد تقول mutual induction وهتقعد تقول حاجات غريبة، قُل له electromagnetic induction عامةً. هنا الDC داينامو برضه electromagnetic induction. طب الموتور torque، فين كلمة torque؟ ده torque يا باشا. الdrawing إيه الفرق بينهم في الرسمة؟ والله هنا في الداينامو ما بيبقاش في مصدر للكهربا، بيبقى في رينجز بس. طب في الDC داينامو والله ما بيبقاش برضه ما فيش مصدر للكهربا، بيبقى في كوميوتيتور. طب في الموتور بيبقى في مصدر للكهربا اللي هو DC وفي كمان كوميوتيتور لأن ده DC موتور. خلي بالك اللي موجود في المنهج هو الDC موتور، بس ما فيش مانع إن ممكن يلطش حاجة كده في الAC موتور فتبقى عارفها. بُص يا سيدي، برضه حاجة جات في دماغي هاقول لك عليها، إن في امتحان 2025 جاب سؤال في الاختيارات كان في إجابتين ينفعوا، بس واحدة مناسبة مع الDC موتور وواحدة مناسبة مع الAC موتور، والإجابتين كانوا صح على فكرة. ودي عملت مشكلة شوية للطلبة اللي مذاكرة كويس جدًا وفاهمة. جات الوزارة يعني قالوا تبرير كده أنا مش مقتنع بيه بصراحة، تبرير سيء جدًا. قال لك إيه، قال لك الطالب يجاوب السؤال على حسب اللي في المنهج اللي هو الDC موتور. يا سلام! طب ما هو لو في معلومة صح أنت تقول لي لأ ما تختارهاش لأن هي مش في المنهج، هو ما فيش حاجة اسمها كده، هي طبعًا كانت غلطة من السؤال إنه كان لازم يجيب واحدة بس هي اللي صح. طب الطلبة عملت إيه ساعتها؟ الطلبة شغّلت دماغها شوية، شغّلت دماغها بطريقة كويسة، قال لك إحنا نجاوب على أساس الDC موتور اللي عندنا في المنهج، يعني هم فكّروا بنفس التفكير اللي الوزارة فكّرت فيه. بس طبعًا الكلام ده مش مضبوط وأنا شايف إن في طلبة اتظلمت فيه بصراحة. اللي موجود في المنهج هو الDC موتور. طب الAC موتور الوزارة قالت لك مش في المنهج، إزاي يا وزارة؟ ما أنتِ كنتِ بتسألي عليه زمان على فكرة، أومال إحنا بنشرحه ليه؟ يعني إحنا ليه بنقول أفكار عليه؟ لأن أنتم كنتم بتسألوا عليه زمان، فبالتالي أنت لازم تبقى عارفها. فدي بس حاجة حبيت أقولها لك. الAC داينامو، الAC داينامو والDC داينامو والDC موتور، إيه الoperation بتاعهم؟ هُم ال3 الكويل بيلف في اتجاه واحد، في one direction. طيب أمّا الcurrent في الكويل، والله العظيم ال3 أجهزة الcurrent بيغيّر اتجاهه في الكويل. لو هو ABCD يبقى DCBA بيعكس اتجاهه في الكويل. طيب بالنسبة للرينجز والكوميوتيتور في الداينامو الرينجز بتلف في نفس مكانها في نفس البوزيشن. طب في الدي سي داينامو كان في كوميوتيتور السكشنز بيبدلوا مكان بعض ريفرسال بوزيشن. هنا نفس الكلام في الموتور. في الاكسترنال سيركت في الاي سي داينامو بيلف في تو دايركشنز الكرنت، لكن في الدي سي داينامو 1 دايركشن وفي الدي سي موتور برضه 1 دايركشن. الرول طبعا اي داينامو فليمنج رايت لكن الموتور فليمنج ليفت. الستارتنج بوزيشن اللي هو ايه الستارتنج بوزيشن؟ الوضع اللي يفضل ان الكويل يبدا بيه، يعني لما الناس تيجي تصنع داينامو تخلي الكويل يبدا ايه؟ قال لك نخلي الكويل يبدا من الوضع البربنديكولار. ده باي ديفولت، ده الاساس. ليه يا عم؟ علشان يبدا من اي ام اف 0. على فكره سواء في الاي سي داينامو او في الدي سي داينامو. ليه يبدا يا عم من اي ام اف 0؟ لان لو بدا من اي ام اف ماكسيمم الكويل او اللمبه اللي انت موصل بيها الداينامو ممكن تتحرق، فعشان كده نبدا من اي ام اف 0 وتزيد بقى. طيب بالنسبه للموتور، وضع مختلف، قال لك يبدا من وضع الباراليل. ليه يا عم نبدا من وضع الباراليل؟ عشان يبقى التورك بتاعه ماكسيمم فاصلا يلف.
لكن لو هو بدأ من وضع البربنديكولار التورك بتاعه هيبقى بزيرو فمش هيلف اصلا. عارف ساعات تيجي تحط الفيشه بتاعه الكهرباء او فيشه المروحه في الكهرباء تلاقي الكويل عمال يعمل كده بس ما بيلفش ليه؟ ما هو بادئ من البربنديكولار فده بايظ لازم يتصلح. لازم يبدأ من الباراليل. ليه يبدأ من الباراليل؟ عشان التورك بتاعه يبقى ماكسيموم فيبدأ يلف. طيب الميني كويلز يمكن احنا ما استخدمناش او ما جبناش سيره عن ان انا استخدم اكتر من كويل في الاي سي داينامو لان انا مش محتاج ده هو كده كده هيولد كهرباء. طيب بالنسبه للدي سي داينامو استخدمنا ليه ميني كويلز باشا؟ عشان نخليه دايركت عشان نخليه ابروكسيميتلي دي سي عشان يبقى دايما في كويل باراليل فيبدا الاي ام اف تبقى دايما ماكسيمم ابروكسيميتلي يعني. طيب ليه استخدمنا اكتر من كويل في الموتور؟ عشان برضو يبقى في كويل كويل دايما باراليل. بس انا ساعتها هنا كنت عايز اعمل ايه؟ كنت عايز اخلي التورك ماكسيموم ومش هقول له التورك ماكسيمم بقى يعني انا مش هقولها له اقول له زود الباور ولو عايز تقول له بين قوسين كده اللي انا شطبت عليها ان التورك يبقى ماكسيمم ماشي بس هي الاساس ان انا ازود الباور خلاص. دي كده الحكايه بتاعت الدي سي موتور بتفاصيلها في نظري كتير انا عارف معلش بس يعني انت ايه قدها وقدود.